صدقوني صدقوني، بابا مش بيضحك عليكم. ثلاثة، أربعة. لا بجد بقى، كل اللي لبسته في سيشن، في فرح، في خطوبة، حفلة تخرج، لدرجة ان في ناس كتير قوي هنا حوالينا، حوالين السنتر، من حبايبنا خدوه مننا من ليلي سنتر، بيلبسوه كل يوم، حرفيا بيخرجوا بيه كل يوم. جميل جدا، زي اي قطعة اكسسوارز بتلبسيها. الاكستنشن، الخامة اللي بنشتغل بيها هنا في ليلي سنتر بجد رهيبة. وتعالوا اوريكم كام لون من الموجودين، ولما تيجي كمان في السنتر وتشوفي بنفسك هتلاقي الكيرلي، وهتلاقي الليس، وكمان موجود الويفي، الاكستنشن، وديل الحصان، وكمان البواريك القصيرة والوسط والكاملة. كمان المرة دي وفرنا الكيرلي اكستنشن مش ديل حصان، يعني هتقدري تلبسيه اكستنشن لو شعرك او طبيعة شعرك كيرلي. لو طبيعة شعرك ليس برضو هتلاقي ده موجود متوفر في الاكستنشن. تعالوا نشوف مع بعض الدرجات المتوفرة من الاكستنشن. الاكستنشن الكيرلي او حتى الليس، اصلا انت مش بتحتاجي تعملي له اي حاجة خالص، لان احنا بنشتغل في خامة عالية جدا، بنشتغل في خامة حراري نظيفة حلوة جدا في الاستخدام. وكمان بتبقى زهوتها ولمعتها في اللبس بتبقى شكلها تحفة. ولكن طبعا احنا عشان فاهمين انه مصنع، فطبيعي الاكستنشن عشان هو مصنع فطبيعي انه يكون داخل فيه نسبة بلاستيك. دي الدرجات الموجودة، وفي درجات تانية كتير طبعا لسه مش مصورينها. هنستناكي تيجي ليلي سنتر وتشوفيها بنفسك على الطبيعة. طبعا في ناس خدت الاكستنشن من ليلي سنتر وكانت بتغسله وبتنشفه وبتلبسه تاني زي ما هو. احنا طبعا ما نقدرش نقول اغسليه او سشوريه او اكويه، لان هو شعر حراري ينفع، بس انا مش هقدر اقول لك، علشان انت ممكن استخدامك للمكوى يلسع الاكستنشن او يخلي زهوته مش زي الاول. فانت طبعا باستخدامك الشخصي بتتبسط بيه، بتلبسيه كذا مره، في الاول بيبقى شكله حلو وجميل ولمعته وزهوته حلوه جدا، وبعد كده انت ليك الحريه الشخصيه انك تغسليه بدون اي اضافات عليه، بتغسليه عادي خالص وبتشوفي بتجربي هل هيستمر استخدامه معاكي او لا. حلو جدا في الاستخدام وحلو جدا في اللبس، وكمان بيعيش معاكي فترة كبيرة بخامة تحفة. درجات الاسود كلها ودرجات البني كمان متوفرة، لما تيجي ليلي سنتر هتشوفيها بنفسك على الطبيعة. طبعا الاكستنشن احنا بنختار الدرجة المناسبة لشعرك لان شعرك بيتفرد عليه، لكن لو هتختاري باروكة القصير او الوسط او حتى الطويل مش بتحتاجي نهتم، لانه شعرك مش هيبقى باين، فمش بنهتم بدرجة الشعر. كده كده ايا كان لون او درجة شعرك ان شاء الله هتلاقي الدرجة المناسبة ليكي. هنستناكي تشرفينا في ليلي سنتر وتشوفي الشغل الاكستنشن الجديد اللي وصل.